السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة منوعات أمينة وجنات. كنتمنى اخواتي يلقاكم هذا الفيديو نتوما بصحة جيدة وتدخل عليكم هذه السنة ديال 2024 بالصحة والسلامة والعافية وبالشفاء للجميع ان شاء الله وبالتوفيق. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك ديال التفاح، اسهل منه ما كاين. المكونات بسيطة، غادي نحضروه فقط بجوج بيضات وغادي يكون بحجم عائلي ان شاء الله. الطريقه ديال التحضير سهله بحال اي كيك اللي كنحضروه، كيختلف فقط المكونات والمقادير. كيف ما شفتوا وضعت جوج بيضات وقبصه ملح وكاس ديال السكر سنيده. غادي نخدم هاد المكونات مزيان. الطريقه راها سهله والمكونات جد اقتصاديه، وكيعطينا واحد الكيك اللي هو طالع وهشيش ومفشفش من الداخل. وكيف ما كتعرفوا حتى التفاح كيعطيه واحد المذاق وواحد المنظر جميل بزاف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع اضافه الزيت بالتدريج. ما نزيدوش الزيت دقه واحده، نزيدوه على دفعات وحنا كنخدموا المكونات ديالنا مزيان، سواء بالخلاط اليدوي ولا الكهربائي. المهم اخواتي، انا دائما كنسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف وتكملوه معايا حتى للاخير فضلا وليس امرا. من بعد ما ضفت الزيت وخلطت كل شيء كنزيد نضيف واحد الفاني. ممكن تنكهو باي نكهه مفضله عندكم ولا متوفره، ولكن بالنسبه لهاد الفاني كتلقاه دائما متوفر. وكنزيد نضيف حتى الحليب حتى هو على دفعات. راه ما كاينش الاخوات اللي ما عمرها ما جربت الكيك ديال التفاح، غير هو كتبقى كل وحده والطريقه ديالها، مع اضافه واحد دانون ديال فاني او لا اي نكهه بغيتو. دائما اخواتي كتبقى المشاركه فقط، اما الطريقه ديال التحضير والمكون الرئيسي اللي كنحضروا به كيبقى اختياري. وكنزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عندي هنا جوج كيسان ديال العنبه بطبيعه الحال مغربل. وما كنقول لكمش واحد الملاحظه اخواتي، اللي دائما من اول نهار بديت القناه هو انني اي وصفه كنشاركها معكم راه كنخلي المقادير في صندوق الوصف. بالنسبه للدقيق كيف ما قلنا جوج كيسان ديال العنبه وكيبقى على حسب الدقيق. غادي ندخل هذا الدقيق كامل حتى هو بدفعات، وكنحرك غير بالخلاط اليدوي في هذه المرحله، مع اضافه جوج خمارات ديال الحلوى. ما تنسوش تغربلوهم، انا راه نسيت في هاد الوصفه هذه نغربل الخمارات. مازال لو كنخلطوا المكونات في مولينيكس ولا في العجانه لا داعي باش نغربلوهم، ولكن منين نكونوا كنخدموا الخلاط اليدوي فضروري يتغربلوا. المهم اخواتي، من بعد ما ساليت الوصفه ديالي غادي ننتقل باش نحضر الكريمه اللي غادي نديرها على سطح ديال الخليط ديال الكيك. غادي نحتاجو في هذه الكريمه هذه نصف لتر ديال الحليب، وجوج معالق كبار عامرين مزيان ديال كريم باتيسري، مع 3 المعالق ديال السكر سنيده. وكيبقى بالنسبه للحلاوه على حسب الرغبه ديالكم. كنخلطهم ولا الحليب بارد، وغادي نرفع الكاسرونه ديالي على النار ونبقى نحرك الخليط ديالي حتى كيتقال هاد الكريمه. في هاد الاثناء راه الخليط ديال الكريمه عندي على النار. غادي نفرغ الخليط ديال الكيك في المقله ولا في اللاطه اللي بغيتو، كيبقى اختياري. يعني غادي نديرها هاد المره هادي في هاد المقله الثقيله ديال الحرشه، لانها عندي كبيره ما شاء الله، وانا بغيت الكيك ديالي يجيني كبير بحجم عائلي. بغيتو يجيكم طالع اكثر من الكيكه اللي غادي نشارك معكم، غادي ديروه في شي مول ولا في شي لاطه اللي صغيره باش كتجيكم عاليه بزاف. في هاد الاثناء اخواتي غادي ناخذ واحد تفاحه ولا جوج، يعني على حسب اللاطه ديالكم واش كبيره ولا صغيره، وغادي نقطعوا شرائح بهذا الشكل هذا بطبيعه الحال. من بعد ما غسلناها ومسحناها نشفناها من الماء، غادي نقطعها شرائح بطوال بهذه الطريقه. وما تنسوش نديروا واحد العصره ديال الليمون عليه باش ما يكحلش. الوصفه ديال
الكيك بالتفاح كاين بزاف ديال الوصفات متنوعين، كل وحده كتفنن في الكيك ديالها والطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا راني كنقطع التفاح وفي نفس الوقت كنعصر عليه شويه ديال الحامض باش نحافظوا على اللون ديالو. صافي غادي نخليه جنب وغادي نمشي نشوف الكريمه ديالي. من بعد ما وجدات غادي نفرغها في واحد الطبسيل ونخليها تبرد. ما نديروهاش مباشره من فوق الخليط ديال الكيك باش ما يضيعناش الكيك. صافي غادي نبردها واحد شويه وعاد ندوز نديرها على السطح ديال الخليط ديال الكيك. صافي كيف ما كتشوفوا اخواتي من بعد ما بردات كنحاول نغطي السطح ديال العجينه ديال الكيك. غير هو ما تقربوش هاد الكريمه للجوانب باش الكيك ديالنا يطلع. الا غطينا الجوانب الكيك غادي يبقى في واحد الحجم اللي هو ما غاديش يتنفخ، ما غاديش يطلع. صافي حتى نغطي السطح ديال الخليط كامل تفاديا الجوانب، وغادي نسرحها بشي ملعقه ولا بشي حاجه باش تكون نفس السطح، ما يكونش كاين جهه طالعه وجهه هابطه. وكنبدا نستف القطع ديال التفاح على شكل ورده. كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله وبزاف اولا معظم الاخوات راهم كيحضروا الكيك بالتفاح. حتى انا سبق لي شاركتها معكم من قبل بطريقه واحده اخرى ماشي بهذه الطريقه هذه. وهذا هو الشكل النهائي. بالنسبه للتفاح ما كفاتنيش الاولى، زيدت الثانيه باش عمرت الوسط ديال الكيك، وكنزيد من الفوق واحد الرشه ديال فاني، ديال سكر فاني ولا السكر العادي اللي حبيتو، مع هاد حبيبات ديال الشوكولات ولا الزبيب. انا بناتي ما كيبغيوليش الزبيب، داكشي على درت حبيبات ديال الشوكولات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما طابت. خرجتها من الفران كتجي محمره ما شاء الله، واحد الريحه طيبه كتعطي من الكيك. كناخذ المربى السائله وكندهن الوجه ديال الكيكه ولا العسل ولا اللي بغيتو ولا الناباج، ولا كاين اللي بغى يكتفي بها هكاك بلا ما يدهنها بلا ما يزيد حتى شي اضافات اخرى. المهم كتبقى بالنسبه لهذا التزيين كيبقى اختياري وكيبقى على حسب كل وحده وكيفاش كتبغي تزين الكيك ديالها وتقدموا لوليداتها. الطريقه اخواتي راكم شفتوها سهله وبسيطه، المقادير اللي في المتناول جميع الاخوات، فقط كتبقى المشاركه مع المتتبعات الغاليات. وكنتمنى اخواتي ما تنسونيش بواحد اللايك للفيديو الى عجبكم وتعليق محفز ان شاء الله، والله يسر الامور للجميع يا ربي. وكاضافه اخيره كنزيد ندير شويه ديال السكر كلاصي، واللي بغات تزيدوا اخواتي، اللي ما بغاتش تقدمها لوليداتها هكا كتجي روعه. والمذاق حتى هو رائع بالصحه والراحه اللي جربتها. وكنتمنى اخواتي يكون نال اعجابكم الفيديو اليوم، ونتلاقى معكم عما قريب فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله، مع السلامه، الى اللقاء.